آه... هاي. هو انت بتحبها ولا انت معاها علشان انت محتاج منها حاجة؟ قصتنا النهاردة عن بنت دخلت الطوارئ، موجوعة، صدرها بيوجعها، قلبها بيدق بسرعة، ضغطها واطي، حاجات كتيرة قوي فيها. الدكاترة عملوا رسم قلب، عملوا تحليل دم، عملوا أشعة، عملوا كل حاجة ممكن تتعمل عشان تطمنوا على البنت دي. وفي الآخر المفاجأة، البنت طلع ما عندهاش حاجة، طلع كل التحاليل سليمة وزي الفل. طب هنا المشكلة فين؟ طلعت المشكلة بعد الفحص وبصوا على كل حاجة وكل حياة البنت قبل ما يحصل اللي حصل ده، لأنها مرت بظروف، والظروف دي خلتها توصل لمرحلة اسمها مرحلة القلب المكسور. وده مرض حقيقي اكتشفوه العلماء، مرض القلب المكسور. عارف يعني ايه القلب المكسور؟ يعني قلبها شغال بطريقة غلط، قلبها مش شغال صح، قلبها شغال غلط. وقلبها شغال غلط ده بسبب الصدمة العاطفية اللي حصلت لها، بسبب السؤال اللي أنا سألته في أول الفيديو: أنت معاها عشان بتحبها ولا معاها علشان حاجة معينة؟ هما كانوا مرتبطين ومرة واحدة سابها. هي كانت شايفاه ظهرها، كانت شايفاه سندها، كانت شايفاه كل حاجة في حياتها، بنت كل مستقبلها عليه، وفجأة سابها. طبعا الناس هتقول لي ليه يا هم؟ هو في واحد علشان واحد سابها يحصل فيها كل ده؟ أقول له يحصل أكتر من كده كمان. في الحقيقة الجسم بيتأثر بالمشاعر أكتر من أي مرض إحنا عارفينه دلوقتي. فالمشاعر هي اللي ممكن تدمر الإنسان أكتر من أي مرض حرفيا. وهنا برضه أنا مش بتكلم بس عن البنات، ولكن أنا بتكلم عن البنات والولاد. وفي حاجة تانية مشتركة: أول ما الإنسان بيتعرض لصدمة بتحصل حاجات كالآتي: الجسم بيفرز هرمونات للخوف، هرمونات للتوتر، زي الأدرينالين، زي الكورتيزون بيعلى. فبيحصل معانا حاجة اسمها توكاتسوبيو كارديوميوباثي. تقول لي إيه ده؟ ازاي يحصل معاك كل ده؟ قلبي وجع. ده معناه إن حصل خلل في العضلة بتاعة القلب، أو خلل في القلب عامة بشكل عام. يعني حصل له خلل أو حصل له خلل في القلب. كل ده بسبب إيه؟ بسبب المشاعر اللي حصلت له، سواء قلق، سواء خوف، سواء علاقة فاشلة، سواء أي مشكلة حصل لك في حياتك بشكل عام. بتفرز عندك الهرمونين اللي أنا قلت لك عليهم دول: الأدرينالين، هرمون الخوف المشهور، وهرمون الكورتيزون. الهرمونين دول أول ما بيتفرزوا بيحصل معانا خلل في عضلة القلب. أنت متخيل؟ لمجرد بس إن يحصل حاجة، يحصل خلل في عضلة القلب. وطبعا الناس عندنا بالتحديد في مصر، لو واحد قال أنا مخنوق، أنا متضايق، تلاقي الناس بتبص: إيه يالا، ما تفوق يالا كده، ما تبطل دلع يالا. في الحقيقة هو مش بيتدلع، في الحقيقة ده حقيقة. القلب بيتوجع فعلا، تحس بضيق في الصدر، تحس بحاجات كتير وحشة. وهنا عايز أقول لك إن اللي بيحب بجد بيتوجع بجد، واللي بيتساب فجأة ممكن ما يحسش، بس بعد كده الموضوع هيأثر عليه جدا. عشان كده نصيحتي بقول لكم: لو بتحب حد فعلا من قلبك، فخليك عارف كويس إن أنت مش مجرد بس شخص في حياته عابر وخلاص، لأ، بتحكم في إن هو يمرض أو ما يمرضش، إنه يتضايق أو لأ، إنه يكون ناجح أو مش ناجح. فأنت بتحكم في كل حاجة في حياته لمجرد إنك في حياته، سواء أب، سواء أم، سواء أخ، سواء صاحب، سواء حبيب، سواء أي حاجة. أنت جزء من حياته، مش لمجرد علاقة عابرة وخلاص. فلو دخلت أي علاقة أو الزمن حطك في أي علاقة غصب عنك، خليك حاطط ده قدامك: إن أنت مش مجرد شخص عابر، أنت بتتحكم في كيمياء دماغه. وهنا عايز أقول لك إن ممكن كلمة منك تعالج، ممكن كلمة منك تكسر.